مرحبا بكم في فيديو جديد. كنتمنى تكونوا على خير واموركم مزيانه. القصه ديال هذا النهار قصه مغربيه وقعت في مدينه الدار البيضاء سنه 2017. القضيه اللي هزت الراي العام، قضيه عبد اللطيف مرداس. في هذا الفيديو غادي نحكي لكم تفاصيل كامله من الاول حتى الاخر. بقاو معنا حتى لاخر الفيديو وما تنسوش تشتركوا في القناه وديروا جيم للفيديو باش ديما يوصلكم الجديد. عبد اللطيف مرداس تزاد سنه 1963، تزوج بواحد السيده سميتها وفاء بن صامدي، ولد معها جوج بنات وولد. عبد اللطيف مرداس معروف في المغرب على انه برلماني وعضو في حزب الاتحاد الدستوري. نهار 7 مارس 2017 وبالضبط مع 9 ديال الليل، عبد اللطيف راجع من الخدمه للدار. اتصلت به الزوجه ديالو وطلبات منه يجيب معاه العشاء لولادو، حيت هي ما كايناش في الدار، كاينه عند الام ديالها. عبد اللطيف داز تقدى داكشي اللي خاصو وجا لدارو اللي هي عباره على فيلا في حي كاليفورنيا في مدينه الدار البيضاء. مع ديك 10 ديال الليل عبد اللطيف وصل لدارو وبدا يتسنى في الباب الاوتوماتيكي تحل باش يدخل الطوموبيل للكراج. في هاد الوقيته وقفات عليه واحد الطوموبيل، واللي فيها الطوموبيل تيرا في عبد اللطيف 3 ديال القرطاسات، جوج في راسو ووحده في صدرو. ومن بعد هربات الطوموبيل. الناس اللي ساكنين في الحي غير سمعوا صوت القرطاس خرجوا كيجريو. ملي شافوا شنو وقع كلشي تصدم. ديك الساعه اتصلوا بالبوليس وخبروهم شنو كاين. في البلاصه جات الشرطه، قلبوا السيد لقاوه مات. البوليس هذيك الساعه بداو التحقيقات ديالهم. فرقه منهم بدات تقلب في مسرح الجريمه، والفرقه الاخرى بداو يسولوا في الجيران الله يكون شي واحد شاف شي حاجه اللي غادا تفيدهم في هذه القضيه. الجيران صرحوا بانهم ملي خرجوا ما لقاو حتى شي حد، لقاو غير عبد اللطيف غارق في دمه في الطوموبيل. ولكن العساس شاف داكشي اللي طرا. قال البوليس ملي عبد الله كان باغي يدخل الطوموبيل للكراج، ديك الساعه وقفات واحد السياره من نوع داسيه كحله، واحد صيق والاخر جالس اللور. هذاك اللي جالس اللور خرج واحد السلاح وتيرا في عبد اللطيف 3 ديال القرطاسات، ومن بعد هربوا بالزربه. البوليس سولوا العساس واش قدرتي تشوف الرقم ديال السياره، قال لهم لا. في هذا الوقيته البوليس اعتقد ان القضيه غتكون غير تصفيه الحسابات ما بين الاحزاب، حيت هذا النوع من الجرائم قليل كيوقع في المغرب. وفي الغد اللي خرج التقرير كيأكد بلي السبب ديال وفاه عبد اللطيف هو القرطاس، وهذا النوع ديال القرطاس خلاهم يتعرفوا على النوع ديال السلاح. يعني السلاح اللي تقتل به مرداس هو عباره على خماسيه اللي كتستعمل في الصيد. وحاجه اخرى تاكدوا منها ان الشخص اللي تيرا في مرداس كيتقن مزيان الاستعمال ديال هذه الخماسيه، حيت القرطاسات بثلاثه اللي خرجوا من هذا السلاح حتى وحده فيهم ما زقلات عبد اللطيف. اللي قتل كيعرف ينيش مزيان، يعني هذا الشخص اللي تيرا القرطاس غادي يكون غالبا صياد، حيت هاد الناس هما اللي كيتقنوا الاستعمال ديال هذا النوع من السلاح. بالنسبه للبوليس هاد الادله غير كافيه. هنا البوليس مشاو كيقلبوا في السجلات ديال مرداس واش عمرو كانت عنده شي عداوه مع شي حد من قبل، لكن للاسف ما لقاو والو. استوجبوا الناس اللي خدامين معاه والمعارف ديالو، كلشي شهدوا بالسمعه الطيبه ديالو. من بعد 3 ايام البوليس غادي يستجوب الزوجه ديال مرداس وبناته ووالديه. كلشي قال بلي مرداس ما عنده حتى شي عداوه مع شي حد، من غير وفاء مراته هي الوحيده اللي صرحات بلي عبد اللطيف قبل ما يموت كانت عنده عداوه مع الاخ ديال خطيبته. البوليس هنا ما فهم والو، قال لها هي كنتي الزوجه ديالو، كيفاش عنده خطيبته؟ قالت لهم وفاء انا مراته، لكن مرداس شحال هادي تلاقى مع واحد البنت سميتها خوله واللي كتسكن في مدينه بن حمد. هاد البنت كانت بنت الصديق ديالو اللي كان ديما كيعاونوا في الحملات الانتخابيه. ملي مرداس شافها عجباته وخطبها. واحد من خوت خوله سميتو مصطفى عنده 37 عام، جا حتى للباب ديال الدار وبدا كيحيح وكيهدد في عبد اللطيف، والسبب انه كاينين شي تصاور ماشي حتى لهي بين راجلي وخوله. وملي شافهم خوها جا محيح على عبد اللطيف وكيهدد فيه باللي غادي يجي النهار فين غادي يصفيها لي. عبد اللطيف رفع دعوه وتعتقل فيها مصطفى، ولكن بعد ما تدخل الاب ديال مصطفى عبد اللطيف دار لمصطفى التنازل وخرج السيد من الحبس. وفاء قالت للبوليس بلي انها شاكه في هذاك السيد، حيت مصطفى حتى هو عنده داسيه كحله بحال الطوموبيل اللي تقتل فيها المرداس في ديك الليله. البوليس من بعد ما تاكدوا من المعطيات كامله مشاو اعتقلوا مصطفى، ولا هو المشتبه فيه رقم 1 في هذه القضيه. في التحقيق مصطفى نكر التهمه اللي توجهات ليه، وبقى شاد في الاقوال ديالو انه بصح بينه وبين مرداس عداوه، ولكن ما غاديش توصل بيا لدرجه انني نقتلو. قال لهم ملي تناقشت معاه على ودوك تصاور وهددته بالقتل راه غير في لحظه غضب. وملي البوليس سولوا مصطفى على الطوموبيل داسيه ديالو قال لهم بلي ديك الطوموبيل بعتها من شحال هذه لواحد صاحبي. الشرطه هذيك الساعه مشاو جابوا صاحبو لمركز الشرطه. ملي حقوا مع السيد وسولوه على الطوموبيل قال لهم هادشي اللي قال لكم مصطفى راه هو اللي كاين. مصطفى باع لي الطوموبيل شحال هذه، لكن الليله اللي تقتل فيها مرداس انا ما كنتش في المغرب، لا انا لا طوموبيلتي، كنت كونجي على برا.
المحققين هنا تاكدوا باللي راه الوقت اللي وقعت فيه الجريمه بصح الطوموبيل كانت في الديار الاوروبيه. ملي استوجبوا الناس اللي في الحي اللي ساكن فيه مصطفى اصدقاء ديالو شهدوا باللي مصطفى ديك الليله ما بين 9 و10 قال تولوز كان جالس مع اصحابه في القهوه، ومع 10 خرج مصطفى مع شي دراري من القهوه ومشاو جلسوا في واحد المحلبه ياكلوا شي حاجه. وفي جويه ديك 10:30 مصطفى كان غير في الدرب مع الدراري، يعني الوقت اللي تغسل فيه عبد اللطيف مرداس مصطفى كان في مدينه بن حمد ماشي في مدينه الدار البيضاء. وهذا الشيء اللي اكدته الكاميرا ديال القهوه اللي كان جالس فيها مصطفى. الشرطه من بعد هذا التحقيق ما لقاو حتى شي دليل على مصطفى وطلقوه. وهنا المحققين بقاو خدامين تحت واحد الضغط الكبير كان كيمارسوا عليهم الاعلام والراي العام. كيف ما كتعرفوا عبد اللطيف مرداس شخصيه مهمه ومعروفه في السياسه، وحتى مراته وفاء اللي تضامن معها الشعب كامل. اي استجواب داروه معها كتلقاها كتطلب من جلاله الملك باش يتدخل في هذه القضيه شخصيا، وكتقول لهم راه ما يرتاح قلبها حتى يتشدموا لهاد الفعله اللي يتم ليها ولادها وحرمها من الزوج ديالها. وفعلا تدخلت المخابرات في هذه القضيه وبداو خدامين على هذا الملف ليل ونهار. ما داش بزاف ديال الوقت البوليس غادي تجيهم واحد الخبر بان الزوجه ديال مرداس نهار الثاني من وفاه راجلها مشات للبنكه وسحبات مبلغ كبير ديال الفلوس من واحد الحساب مشترك بينها وبين راجلها. ومن بعد هاد السيده مشات خرجت شهاده الوفاه وبدات في اجراءات تصفيه التركه. السيده في الوقت اللي خاصها تكون مصدومه ومؤلمه من هاد الشيء اللي وقع لراجلها مازال كتفكر في الفلوس والورث. الشرطه استدعت وفاء وطلبوا منها التفسير على هاد الشيء اللي وصل ليهم. وفاء جاوباتهم باللي هاد الشيء اللي دارت راه ما فيه حتى شي حاجه غير قانونيه، الفلوس اللي خرجات كانت محتاجاهم. الشرطه هنا ما عندهم ما يديروا، الجواب ديال السيده مقنع. وفي نفس الوقت لاحظوا بان وفاء ما بقاش مقهوره على راجلها بحال قبل، خلهم الشك منها. وهنا المحققين ملي سالاو الاستجواب مع وفاء في هذه اللحظه البوليس بداو كيراقبوا التليفون ديال مرات مرداس 24 ساعه على 24 ساعه. وهنا فين غادي نلاحظوا باللي وفاء كتواصل مع واحد النمره بزاف. البوليس ملي بحث على شكون مول هذه النمره عرف باللي هذا الرقم كيرجع لواحد السيد سميتو هشام مشتري عنده 40 عام، مستشار جماعي عن حزب التجمع الوطني للأحرار. ومن بعد التحريات عرفوا باللي هذا السيد من الأصدقاء المقربين ديال عبد اللطيف. البوليس بداو كيشكوا في شنو السبب اللي غادي يخلي وفاء تبقى على اتصال مع هذا السيد. داكشي علاش المحققين تعمقوا في البحث اكثر، وهنا غادي يوصلوا بان هذا السيد كيمارس واحد الهوايه ديال الصيد. واللي اكد لهم هذا الشيء هو التصاور اللي لقاو في الانترنت اللي كيبينوا هشام وهو كيصيد. هذه المعلومه اكدت الشكوك ديال البوليس، حيت في التقرير الاولي كيقول باللي السلاح اللي تقتل به عبد اللطيف مرداس هو عباره عن بندقيه ديال الصيد. المحققين ديك الساعه مشاو يفتشوا الدار ديال هشام مشتري، وفعلا من بعد التفتيش غادي يلقاو واحد الخماسيه مخبيه تحت الناموسيه ديالو. ديك الساعه اعتقلوه باش يبداو معاه التحقيق. هشام نكر جميع التهم اللي توجهات ليه وقال باللي مرداس كان الصديق ديالي، كيفاش غادي نقتلو؟ ولكن وسط التحقيق غادي توقع واحد المفاجاه اللي ما كانتش على بال هشام. في وسط التحقيق مرت مرداس اتصلت بهشام، وهنا البوليس طلب من هشام يجاوب السيده عادي وما يبين ليها حتى شي حاجه، حيت وفاء ما عارفه والو من هادشي اللي واقع. المهم هشام جاوب وفاء. من بعد ما سولوا في بعضياتهم وفاء هنا غادي تبدا تشكي على هشام وغادي تقول ليه باللي البوليس راه قهروني بالتحقيقات، كل مره غادا جايه عندهم عندك غير يمشيو يوصلوا لينا. هاد المكالمه كانت كافيه للبوليس باش يمشيو يعتقلوا وفاء. من بعد ما البوليس اعتقلوا وفاء خداو التليفونات ديالهم بجوج وعرضوهم على الخبره الجنائيه باش ياخذوا جميع الاتصالات والميساجات اللي كانت بين هاد الجوج. وفي الاخير غادي يلقاو الميساجات ماشي تلهي بيناتهم، غادي يلقاو رسائل حميميه ما بين وفاء وهشام، يعني الدليل على ان هاد الجوج كتربطهم علاقه غير شرعيه. زياده على هاد الشيء الشك اللي بدا يتاكد للبوليس 100% ان وفاء بن صامدي وهشام مشتري عندهم علاقه بقتل عبد اللطيف مرداس. من بعد ضغط كبير على هشام اعترف بانه عنده علاقه غراميه مع وفاء، لكن راه ما عنده حتى شي علاقه بقتل عبد اللطيف مرداس، واكد لهم باللي راه وفاء هي اللي قتلاته. البوليس ملي واجه وفاء بداكشي اللي توصل به في الميساجات اللي كانت كدور بينها وبين هشام في الاول نكرات وقالت لهم باللي راه ما عندها حتى شي علاقه بهذا السيد، هشام راه غير صديق ديال عبد اللطيف. لكن غير قالوا ليها بان هشام راه اعترف بالعلاقه اللي بيناتكم وقال لنا بانك راه انت اللي قتلتي مرداس. السيده تعصبات وجاتها حاله هستيريه، بدات كتغوت وكتقول لهم هو اللي قتلوه بسبب الغير ماشي انا، وبدات كتعاود لهم في القصه كامله كيفاش تعرفت على هشام وكيفاش خطوا انهم يتهنوا من عبد اللطيف مرداس. وفاء قالت للبوليس بلي واحد الوقيته التصرفات ديال عبد اللطيف تبدلات ملي بدات كتشك فيه دات التحريات ديالها وعرفات بلي عبد اللطيف راجلها عنده علاقه مع هاد البنت اللي سميتها خوله. هادشي اللي خلاها تبدا تلتجئ لواحد الشوافه سميتها رقيه شهبون، ولات كتمشي عندها باش تصايب ليها شي سحور اللي خلى عبد اللطيف يتفارق مع خوله. لكن هادشي ما نفع بوالو، لدرجه عبد اللطيف مشى خطب البنت وطلب مني نعطيه الموافقه وانا رفضت ولا كيهددني بالطلاق. بالنسبه لهشام هو الاخ ديال رقيه الشوافه
ماشي شقيقها. ملي كانت وفاء تمشي عند الشوافه رقيه تعاود ليها مشاكلها مع راجلها، رقيه كاع داكشي اللي كتعاودوا ليها وفاء كتمشي تحطو لهشام. رقيه غادي تقول لهشام يتقرب منها، وفعلا هشام غادي يستغل المشاكل اللي بين وفاء وراجلها وغادي يتقرب منها ولاو كيبغيو بعضياتهم. عبد اللطيف مرداس حتى هو عايش حياته مع خوله، وهنا وفاء ما تقبلتش تشوف راجلها مع مرا اخرى. نهار 7 مارس سنه 2017 مرداس ووفاء غادي يصبحوا منوضين صداع على ود الموافقه باش يتزوج بخوله. هنا وفاء ما قدرتش تصبر، غير خرج عبد اللطيف مرداس من الدار. وفاء اتصلت به هشام وقالت لي باللي راه خاصها تفك من مرداس اليوم قبل غدا، صافي ما بقاتش قادره تصبر. وهشام وافق في البلاصه، لكن سولها كيفاش غادي يديروا ليها. قالت ليه وفاء باللي البنت اللي مع راجلي دابا عندها واحد خوها صعيب، واحد النهار جا حيه على عبد اللطيف وهدو بالقتل. هاد خوها عنده واحد داسي في الكحل، فانت غادي تدبر على السلاح وشي طوموبيل داسيه كحله. انا غادي نحاول نخلي عبد اللطيف يدخل للدار بالليل، الوقت اللي وصل فيها عبد اللطيف للدار قضي الغرض وهرب. هشام فهم الخطه مزيان. ديك الساعه اتصل بواحد ولد اختو سميتو حمزه وقال لي بغيتك تكري لي شي داسيه في الكحل وتجي عندي هاد العشيه، بغيتك في شي حاجه. ملي وصلات 9:30 حمزه وهشام كانوا قراب من الفيلا ديال مرداس. وملي وصل عبد اللطيف وبغى يدخل الطوموبيل للكراج تيلا فيه هشام وهربوا. وباش يتخلص من الادوات ديال الجريمه مشى لواحد الخلاجيت الهواريين ودفن تما القرطاس، لكن الخماسي خباها تحت الناموسيه ديالو. الغد ليه تلاقى هشام مع ولد خصو حمزه وطلب منه يسافر لتركيا حتى تهنى الدنيا عاد باش يرجع. وداكشي اللي كان، حمزه هرب لتركيا، من بعد تبعاتو الام ديالو. لكن نهار 27 مارس 2017 حمزه تعتقل من طرف السلطات التركيه من بعد ما توصلوا بمذكره دوليه من المغرب. نهار 13 ابريل 2017 تركيا سلمته للسلطات المغربيه من بعد 10 اشهر على مقتل عبد اللطيف مرداس. حكمت المحكمه على وفاء بن صامدي بالمؤبد، هشام مشتري بالاعدام، حمزه مقبول 30 عام، رقيه شهبون ب20 عام ديال الحبس. هذه هي التفاصيل القضيه ديال عبد اللطيف مرداس.